مساء الفل. فيديو جديد، والفيديو ده هيكون مختلف عن كل الفيديوهات اللي فاتت. الجزء اللي انتوا شايفينه المدربك فوق بعضه ده بقى الجزء الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي، سواء الميك اب او الحاجات اللي بحطها على بشرتي على جسمي. سبتها فتره وما كنتش بستخدم لفتره طويله، يعني لحد ما الحاجات طبعا كلها بقى عليها تراب، الحاجات اللي انا ايدي مش فيها. وما كنتش بصراحه برتبه خالص، فخليني بقى ارتبه معاكم دلوقتي واكلمكم بالمره عن كذا حاجه فيه. انا الاول شلت كل الحاجات الموجوده فيه عشان ابدا ان انا اظبطه على نظافه كده. المنظم ده كان كرتون، انا طبعا هغيره خلاص لانه بدا انه يبوظ. فعايزه اكلمكم الاول عن المنظمات الكرتون دي. المفروض ان هي بتقعد وقت طويل، هي كعمليه على فكره كويسه لكن مش مده طويله، مش متينه قوي، مش بتستحمل اي حاجه ان هي تتحط عليها. كمان لما بيقع عليها حاجه بتبقى على طول. فدي اكتر حاجة مش كويسة فيها، لكن كشكل في منها اشكال تحفة جدا وباسعار كويسة. ده عزيز عليا شويتين تلاتة كده، عشان كده مش عايزة اغيره، بس خلاص. الفترة الجاية يعني ان شاء الله هغيره، وهنجيب واحد بقى وبرضه ننظم فيه الحاجة مع بعض. اول حاجة انا بدأت ان انا امسح التراب كده من عليه ومن على من على كل حاجة موجودة تقريبا متطربة. زي ما قلت لكم في بعض بقع كده علشان ده كان زيت تقريبا واقع، ولحد دلوقتي مش عارفه انضفه. طبعا هنا انا حطيت ميه ورد، بس مش عشان حاجه غير ان انا عايزه اخلصها، عشان هي مش عاجباني لوشي خالص. منها كمان تدي ريحه يعني. فبدأت ان انا احط كده، وهنا طبعا نسيت خالص ان المفروض الكرتون ما بيتحطش عليه اي ميه من فوق، لان انا في وقتها كنت فاكره ان انا همسح بقى والدنيا هتظبط بميه وكده. طب بس طبعا الميه فضلت في مكانها، ما عرفتش امسح بيها اي حاجه. لكن المنديل اللي كان في ايدي عرفت ان انضف بيه التراب بشكل كويس قوي. والى حد ما الشكل بقى مقبول، ما بقاش فيه تراب، يعني كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كانت في المنظم نفسه. كده مسحت بقى خالص كل التراب اللي كان موجود. عايزه اقول لكم ان المنظم ده تقريبا انا وقت ما جبته كنت جايباه بحاجه و20 جنيه. ف... فحاجة لا تذكر يعني. هنا حطيت الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي تقريبا، او اكتر الحاجات اللي بستخدمها عشان تبقى قريبة من ايدي. دي زيوت الهندية اللي انا كنت عملت لكم فيديو عنها. ده زيت سيسا والسبع زيوت تقريبا، الجزء ده كله اصلا بتاع الشعر ما عدا حاجة واحدة. كان في سيرم، انا جربت تقريبا كل انواع السبريهات اللي المفروض بتتجرب علشان تنبت الشعر. جربت الهير روتس الموجود قدامكم، وواحد اسمه كان ايه تقريبا سترونج فيل تقريبا بتاع لا، سترونج فيل ده لسه حطيته حالا اهو. هي الناحيه التانية برضو زي الناحيه اللي انتوا شايفينها دي، فكنت قاعده ان انا برتب فيها الحاجات، وحطيت فيها بودي سبلاش برضو اللي انا بستخدمه بشكل دوري يعني. هنا الحاجات اللي انا كنت حاطه فيها الدبابيس. برضو كانت مع المنظم جزء كده، وفي زي سفنجة بتبدأي ان انت توقفي فيها الدبابيس بتاعة الطرحة. والعلبة التانية دي حاطة فيها الخواتم او الحاجات برضو اللي بستخدمها على طول. دول بقى زي درجين كده كانوا فيه، انا كنت حاطة فيهم الارواج. واي حاجة صغيرة المفروض ان هي بتتقفل، قبل كده كنت ملياه وزهقني بصراحة. هنا كنت بحاول ان انا ارتب، يعني اشوف الدنيا هتمشي ازاي او هيقفوا ازاي. في انواع من الزيوت الصغيرة اللي بنستخدمها للشعر، زي الزيت الزيوت اللي احنا بنجيبها بتاعة الحواجب والحاجات دي اللي بنعمل بيها حمام زيت، برضو حطيتها في الدرج ده علشان كان حجمها صغير وكان هينفع انه يتقفل عليها. حطيته هنا. والدرج التاني ده بصراحة انا كنت سايباه فاضي في البداية، ما كنتش حاطة فيه حاجات كتير، بس هحط فيه بقى المانيكيرات. فوق انا حطيت الصن بلوك برضو عشان يبقى قريب مني كده على طول اخده. هنا حطيت كل الالوان اللي انا برضو بستخدمها على طول، او ببقى عايزاها على طول. هنا بقى العلبة دي في حاجات انا كنت عايزة احطها فيها. طبعا الجزء اللي فوق ده انا كنت بحاول ان انا احط فيه فرش الشعر وحاجات كده من الفرش بتاعه الميك اب، بس الكاميرا ما كانتش جايبه التصوير. العلبه دي كنت عاملاها برضو، كانت من المنظمات علشان بوقف فيها الحاجات اللي بستخدمها بشكل على طول. في الاول كنت حاطه فيه الحاجات اللي بستخدمها لوشي اول ما بصحى. هنا بقى حطيت اللي بستخدمه يعني لازم يومي بقى، زي مثلا المرطب، السيرم بتاع الشعر. هنا كان فيه سيرم تفتيح، والكريم بتاع الشعر برضو. وقعدت بقى ارتب فيه الحاجات. برضو الصن بلوك بتاع بوبي كنت جايبه منه اكياس كده، بدات ان انا احطها. وفي علبه تانية كده هوقف فيها الارواج، وبرضو هوقف فيها فرش والماسكارا والحاجات دي برضو اللي انا بستخدمها.
عايزه اقول لكم كل ما الحاجات هتبقى ظاهره قدامك هيسهل عليكي كتير وهتقللي كتير من الكركبه، لكن للاسف هي بتجمع تراب، فلازم ان احنا ننضفها بشكل دوري، يعني دايما ننضف فيها. كده بيتهيألي كنت خلاص خلصت، بدأت احط بقى الحاجات الزيادة، وده كان الشكل النهائي بتاعه. ان شاء الله هعمل لكم جولة عن كل الحاجات اللي فيها وهكلمكم عنها، فاستنوني في الفيديو الجاي.